طفل في المغرب. طفل في المغرب دوت معروف ان سيكولوجية الطفل اهتم بالطفل عشان الطفل ينمو ويتطور وبناء عليه يخدم بلده. لو انت جبت ماكدونالدز في امريكا في اي حتة، اول حاجة ما يهتمش بالكبير، يهتم بالطفل الصغير. لما يهتم بالطفل الصغير ده، الطفل الصغير ده هيجيب اطفال زيه يلعبوا مع بعض في العاب، يلعبوا مع بعض، فيعمل ايه؟ ينمي الطفل دوت. لما ينمي الطفل ده يخدم البلد. اهتمام غير عادي في الغرب بالطفل، وفي قوانين للطفل ده. عندنا طفل بقى موجود، الطفل ده يعني ارجو ان محدش يجيله عصبيه ونرفزه، لان الطبيعي ان الانسان ممكن تتنرفز، ممكن تتعصب، ممكن تتضايق، ممكن يحصل لك اي حاجه. لكن الطفل في المغرب ده بقى كده يعني حاجه غريبه قوي. في دوله عربيه 49% منها اميين. ونجل الحظ يا مؤمن ان الطفل ده اصلا يكون يعني من الاسره المالكه في المغرب، يعني حظه اتولد في فمه مع معلقه دهب. المنظر اللي هنشوفه دوت هيخلي الاطفال في مصر طبعا رد فعل الاطفال ان لما يشوفوا طفل زي كده مغربي ماشي لابس البدله والجرافته هو مهما كان طفل، عقليه طفل، لكن اللي احنا هنشوفه ده غير عادي بصراحه، يعني غير عادي. وفي دوله زي ريك كمان، ده في اسبانيا ولا في اوروبا ولا في المانيا ولا حتى في امريكا ما يحصلش، الدول دي ما يحصلش فيها الكلام ده. لكن ممكن يحصل في دول عربيه، ممكن يحصل في دول عربيه. الطفل المغربي اللي هنشوفه دوت كده، ويا سلام بقى لما بينحنوا له وبيبوسوا ايديه. نشوف هذا الفيديو اللي جاي ولنا تعليق عليه. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وهو يدشن سموه الحديقة الوطنية للحيوانات الجديدة بالرباط. حديقة تمثل أنظمة أيكولوجية على شكل محميات طبيعية تأوي مختلف أصناف الطيور والحيوانات البرية، سواء المحلية منها أو المستوردة، والتي هي في طريقها للانقراض. وقد تم تصميم حديقة الحيوانات بالرباط على مفهوم الفضاء المفتوح. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يقص الشريط الرمزي إيذانا بتدشين هذا الفضاء الطبيعي الذي يمتد على مساحة 50 هكتارا، سيمكن من عرض جملة من الحيوانات بطريقة متميزة تحاكي المنظومات الطبيعية، مع تشجيع المجال السياحي والثقافي والبحث العلمي. هذه الحديقة غادي تلعب واحد الدور مهم لوضع كل المؤسسات العلمية اللي تهتم بالوحيش وبالتنوع البيولوجي في المغرب، سواء كانت معاهد، كليات، معاهد مختصة، معاهد تكوين، معاهد البحث، فكلها بطبيعة الحال غادي تنضم في نطاق عمل متعدد التخصصات للتمكن من معرفة جيدة بالنسبة للنظم البيئية المغربية. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وخلال جولة سموه بالحديقة طلع على جل المرافق بها ومختلف أصناف الحيوانات، كما زار سمو الأمير ولي العهد مولاي الحسن فضاء النظام البيئي من نوع السافانا، ثم البركة المائية التي تأوي حيوانات من قبيل التماسيح وفرس النهر، إضافة إلى مواقع تشكل نظاما بيئيا للحفاظ على أنواع مختلفة من الحيوانات النادرة. هذه الحديقة تطلع بدور تحسيسي تبين للزوار أولا كل الفصائل الحيوانية اللي توجد بالنظم البيئية المغربية، وفي نفس الوقت تعطي واحد نبذة عن الحالة ديال هذه الحيوانات، منها الحيوانات المهددة بالانقراض، منها الحيوانات اللي حاليا في مأمن، إلى غير ذلك. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن حضر بالمناسبة عرضا فنيا قدمته لسموه مجموعة من الأطفال المتنكرين. عموما فحديقة الحيوانات الجديدة
بالرباط هي بمثابة فضاء طبيعي سيوفر ضيعة بيداغوجية ستمكن الأطفال أيضا من التعرف على ثراء المغرب في مجال التنوع البيولوجي للحيوانات والنباتات والمساهمة في التربية على البيئة. لازم سمارة الله يبارك المرسيدي. مين مننا كمشاهدين ما تنرفزش؟ مين مننا ما تعصبش؟ مين مننا يقول لك ليه؟ يعني ايه الفرق بينه وبين الطفل اللي موجود مثلا في مصر؟ ايه الفرق بينهم؟ الفرق حاجتين، ده اتولد لعاهل مغربي حظه كده. الطفل هناك اللي هو لسن معين ل6 سنين اذكى طفل في العالم، دي معروفه، دي الاحصائيات عن الطفل المصري كده. الظروف المحيطه بيه كطفل بتديله ان هو الاي كيو عنده، الذكاء عنده بيبقى عالي جدا. بعد كده نظرا لمراحل التعليم اللي بيمر بيها وسياسه التعليم بتخلي الطفل مستوى الاي كيو بيقل، لان الاحصائيات قالت ان الطفل لفتره معينه في مصر الذكاء لما بيكون عالي قوي ممكن يفرض عليه انه يخش جامعه الكليه معينه هو ما بيحبهاش، لكن الاب والام فرض عليه. طب، هندسه، اي كليه من الكليات، الاب هو ابنه عايز يبقى دكتور، اب دكتور فابنه عايز يبقى دكتور. ده باعتبار برضه اللي بيخش المهن ديت، ده ثقافه الموروث الثقافي المصري، ان تلاقي حتى الطفل الصغير كده وهو في 6 5 ابتدائي تلاقيه راح لابس نظاره. ايه يا بابا انت عايز تبقى ايه؟ يقول لك دكتور. او ايوه الموروث كده، لان لما بيروح العياده بيلاقي الدكتور لابس بلطو ابيض كده ولابس لك نظاره، وطبيعه الطفل، فهو ده بالنسبه له هو القدوه، الفور بيلد، الايمج بتاعته، القدوه بتاعته ايه؟ لما ايه يا بابا عايز تبقى ايه؟ يقول لك دكتور. هو بالنسبه له هو ده الحاجه الكبيره قوي للسن ده. بدليل تلاقيه 5 ابتدائي يبقى قاعد كده في الفصل، بابا مش شايف، طب ارجع ورا يا حبيبي، مش شايف، طب نروح بقى نعمل لك نظاره، فتلاقي الولد الصغير لبس نظاره. فيبتدي لما يتعب يروح الدكتور، لا بقى الدكتور اسلوبه شويه مختلف والضحك و فيبتدي في العقليه بتاعته تتبرمج على ان هو ده بالنسبه له هو الحاجه الكبيره، او بمعنى اصح الميديا كمان وضحت، عملت فوكس قوي على شخصيه الدكتور. فكتير دخل طب، دخل هندسه، ما بيحبش المجال اللي فيه ففشل، ده كتير. بدليل ان في ناس دخلت طب، الاديب طبعا يوسف ادريس لما دخل طب ما حبش مجاله، دكتور، خد شهاده بكالوريوس طب وجراحه، لكن حب مجال الادب، بدع فيه. طبعا الدكتور العلامه الدكتور مصطفى محمود رحمه الله عليه، ده كان علامه، ده برضو دخل طب عشان اتفرض عليه، لكن هو كأديب رائع. لكن حته اي نعم مارس الطب ووقف، قال لك لا انا مش في ده مش مجالي، ده مجالي ايه؟ الادب والشعر والثقافه، ده خد سكه تانية. وناس كتير على كده، في ناس دخلت وما اتخرجتش، ما حبش ده لان اتفرض عليه. الطفل ده بقى ايه اللي اتفرض عليه؟ ولا حاجه. الطفل المغربي ده اتولد ولا ليه دعوه بالدنيا ولا ليه دعوه باي حاجه. لكن انا بستغرب له يا جماعه الناس اللي بتنحني له وبوس ايده. هل انت عشان موظف تحافظ اكل عيشك فخايف قوي يعني ان مثلا العيال المغربي ده يقول لك يلا بالسلامه؟ ازاي ما بتنحنيش تبوس الطفل دوت؟ الحاجه بقى الثانيه، الاطفال اللي هم يعني بيقدموا له عرض للبيس الصغنن ده، لابس لي البدله وواقف، ويعني متخيل ان هو مثلا ايه؟ ابو الرجاله 7 رجال، حاطط ايده في جيبه بيتفرج. مفيش مصاصه مثلا لاي عيل من العيال يخبطه بمصاصه وهو حاطط ايده في جيبه كده، هو بجاكيته. مفيش مثلا الحرس اللي هو بينحله ماسك السيف كده عامل لي فيها صلاح الدين ايوبي وبينحله مثلا كده بينحله بيسلم عليه كده. مفيش مثلا حته مثلا لبان، باكل بان، شمعدان، اي حاجه تتحطها له في جيبه، مفيش خالص الكلام ده. او مثلا المغرب ما فيهاش الحلويات ديت اللي حته جاتوه مثلا تديها له، مرضعه مثلا الاوون موجوده مثلا
تاخد الولد تغير له مثلا وهو ماشي، ما ممكن حصل له حاجه وهو ماشي. حد كبير في السن بيفهم، اللي هم المرضعات المغربيات، تاخد الولد وتهتم بلبسه، تهتم بشكله، تسبسب له شعره، يقعد مع الاطفال اللي زيه. لكن انت كده مثلا الطفل، طب يعني انا مثلا بتخيل الطفل ده هيبقى ايه؟ مثلا حرامي مثلا؟ يعني ده لما يكبر يبقى حرامي؟ ده هيكبر مثلا يفتح مطوه على حد في اتوبيس مثلا ولا ميكروباص؟ يعني ده مستقبله يبقى ايه؟ يعني ده البيل لابس لي بدله وجرافته ولابس الحذاء بقى وماشي لي كده وعامل نفسه ان هو اينشتاين ماشي. هو فعلا يعني مديه ده مديله كورسات يا جماعه، ده واحد مديله كورسات ان انت تبع الاهل المغربي وانت فوق، بدليل ان الناس ماشيه يعني معمل له احترام غير عادي، يعني اكنه مثلا شاب ماشي وكله على بعضه، يعني ما تعرفش الارض اتشقت وطلع البيت الصغير ده ولا ايه، ما تعرفش حاجه اتوجدت كده ومهتمين بيه اهتمام يعني. لقوا اللي ده جنينه حيوانات، يعني هو مودينه زرافه وقرد وفيل. احنا شعوب ما تنفعش الا انت تشم في راس القرد، تيجي راس القرد كده تسيب كل حاجه في جسم القرد وتشم في راسه، ما ينفعش. واحنا دول كده، الرئيس السادات الله يرحمه، ان اتفقنا ان لا نتفق، اللي ماشي ايه الاونطه والهمبكه، جابوا لنا ده يحرق لنا دمنا واحنا بنتفرج، جابوا لنا ده عشان يعني مستقبله الباشمهندس ده لما يكبر مثلا ده ايه؟ يعني ده هيبقى ايه؟ ما ده اللي انا بفكر له برضه، ده لما يكبر يعني هل مثلا يعني هيفشل في الحياه؟ ده استحاله يفشل في حياته، لان كل الظروف والبيئه المحيطه بيه مساعداه، من زرافه القطه الكلب. يعني نوفل لو جاله، لو جبت الشاب نوفل اللي شفناه في البدايه وجاله، اللي كان بيتعلم ان قطتي صغيره واسمها نميره وهي لذيذه وجميله، مين هو اللي لذيذه وجميله؟ ولا فين هو اللذيذه وجميله؟ اتعلم نوفل وهو صغير قطتي صغيره ولذيذه وجميله، اتعلم الطفل ده كده، هو اصلا ملوش علاقه بالواقع. فطلع نوفل نفسيه غريبه، طلع نوفل شاب عايز يكسر الدنيا، لكن كل الظروف المحيطه بيه مش مساعداه. لكن سياده الطفل الصغير عاهل الاردني والعاهل المغربي دوت غريب يا جماعه، انك لما تيجي تجيب المغرب دي على الخريطه كله بيطلع من المغرب يروح هولندا، ده في اخن في هولندا مليانه مغاربه. تيجي تبص المغاربه كله اسبانيا، اسبانيا كلها مغاربه. بص تلاقي فرنسا مغاربه، ويتعامل مواطن درجه ثانيه في فرنسا مش درجه اولى. مشكله المهاجرين في فرنسا انه بيتعامل معامله المواطن الثاني، ورغم انه حاصل الجنسيه الفرنسيه ويجيد اللغه الفرنسيه، بيتعامل معامله المواطن من الدرجه الثانيه في المغرب في فرنسا. مشكلته كده ان بيتعامل كده، ما بيتعاملش زي الفرنسي المولود في فرنسا، حتى لو مولود ومن اب وام مغربيين بيتعامل بشكل تاني. ودي السياسه في فرنسا من ايام لوبان اللي هو كان ضد المهاجرين. ساركوزي جه حب النازي، خد الانتخابات، خد الوجه القشطه ولعب اللعبه السياسيه، راح واخد الانتخابات.